فبهت الذي فسى. خلاص، هي فسوية فبهتت يعني. أستاذ زين خير الله، عندي سؤال. سمعت مرة الشيخ عثمان الخميس حكى، قال إنه مش واجب على الزوج إنه ياخذ زوجته على المشفى إذا مرضت. وهذا يعني الفيديو تبعه هذا شافه زوج صديقته، وهي عن جد يعني مرضت الساعة يمكن 12 بالليل، ورفض ياخذها وقال لها دقي لأخوكي، أنا يعني أنا ما علي إثم. الشيخ عثمان الخميس هيك قال، أنا تعبان. وبالفعل هي دقت لأخوها وصارت مشكلة. ويعني شو رأيك في هذا الكلام، إنه مش واجب على الزوج إنه ياخذ زوجته على المستشفى؟ يعني هذا الشيء شوية كان حيصير طلاق بينها وبين زوجها. وأنا الصراحة سمعت الفيديو موجود على التيك توك. والله الحقيقة يعني هذا موضوع مهم جدا. مسألة ليس واجبا على الزوجة أن تطبخ وأن تخدم بيتها، وليس واجبا على الزوج أن يأتي بالدواء أو الكفن للزوجة. الإشكالية الكبرى يا أختي اللي واقعين فيها أن هذه الأقوال بالفعل يعني قالها بعض الفقهاء القدامى أو المتقدمين، قالوا بذلك، ولكن ماذا قالوا؟ قاطعين الكلام من سياقه هم، وأكيد فعلوا نفس الشيء مع كلام الشيخ عثمان الخميس. الفقهاء يا إخواني قسموا بعض الأمور الزوجية إلى قسمين: أشياء عرفية من الإحسان والمعروف، وأشياء من الواجبات والفروض. من المعلوم أصلا عرفيا وبديهيا أن المرأة هي التي تطبخ في البيت وهي التي تنظف بيتها، هذا عرفيا معروف. ومعروف إذا مرضت المرأة يأخذها زوجها إلى المستشفى ويأتي إليها بالدواء، وإذا توفيت يشتري لها كفنا. هذا عرفيا لا ينازع فيه أحد، أمر معروف. لذلك الفقهاء قديما ماذا قالوا؟ قالوا هذه الأمور تعتبر من الأمور العرفية التي أصلا لا يحتاج الإنسان أن يقال له هذا واجب عليك وأنت هذا واجب عليك. يعني المرأة مثلا إذا دخل زوجها وعائد من العمل ومتعب وجائع تقول له روح مش واجب علي أطبخ لك، هذه معناتها ليست صالحة. أو هو مثلا إذا مرضت لا والله ليس واجبا علي نأخذك إلى المستشفى، هذا مريض معناته، هذا في شيء في نفسه، وهذا يعني كما نقولوا نحن علي سبلة قاعد الشخص هذا. فبالتالي هذه الأمور الفقهاء قالوا أمور بديهية لا تحتاج إلى أن أقول واجب عليك وفرض عليك. مسائل الطبخ ومسائل شراء الدواء للزوجة والكفن للزوجة وكذا، عدوها بعض الفقهاء هذه الأمور من المعاشرة بالمعروف، ولم يعدوها من الفرائض والواجبات. هذا بعض الفقهاء، لكن كثير من الفقهاء يرون وجوب ذلك، يعني يرون وجوب خدمة الزوجة لزوجها من ناحية الطبخ وتنظيف البيت وكذا، وهي على أساس يعني لما تطبخ هو اللي يأكل وحده، ما هي تأكل معه حتى هي. في بعض الناس والله الله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس الفسويات يأتون إلي، مرة كنت أحاور واحدة فسوية يعني بين قوسين نسوية، قالت لي لكن الرجل واجب عليه أن يطبخ بنفسه في البيت وأن يعمل هذا في البيت بنفسه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فقلت لها أين هو الحديث الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيت وحده وكان يفعل ذلك في البيت وحده؟ فقالت لي طبعا ورد، طبعا حفظ الحديث ما شاء الله. فقلت لها اقرأي علي الحديث. قرأت الحديث وقالت لي عن السيدة عائشة أنها قالت يعني سئلت ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، قالت إنه كان يعمل في مهنة أهله. قلت لها كرر يا فسوية مرة أخرى. قالت إنه كان يعمل في مهنة أهله، في مهنة أهله. يعني هي المهنة في الأصل لأهله، المهنة في الأصل لأهله، يعني هو كان مساعدا، ما عندنا مشكلة، عادي الزوج يساعد زوجته في البيت ما عندنا إشكال، بس المهنة في الأصل لمن؟ بنص الحديث اللي أنت بتستدل به. فبهت الذي فسى. خلاص، هي فسوية فبهتت يعني، تمام. فلذلك يا إخواني من نفس الحديث نفسه
الذي تستدل به ضدها هو الحديث أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مهنة أهله. تمام؟ فوالله المستعان. لذلك يا أختي ما فعله هذا الشخص، هذا شخص مريض. يعني في واحد زوجته في نص الليل تتعب وتحتاج إلى مستشفى، يقول لها ليس واجبا عليه هذا لا يفعله إلا شخص مريض في نفسه، وشخص لا يحبها ولا يريدها. حتى لو لا تحبها يا أخي، لكن لا تظلمها بهذا الشكل. لا تحبها خلاص، يعني فإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان. فالله المستعان. هذا مش إني عشان سمع كلام الشيخ عثمان الخميس، هو أصلا يعني كان يريد بس حجة صغيرة هكذا يتمسك بها، قشة يتمسك بها لينطلق ويفعل هذا الفعل. والله المستعان.